السلام عليكم، كيف دايره؟ بس عليكم تكونوا في احسن الاحوال، ومرحبا بكم فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم بريوش بالفرماج. كنبداو على بركه الله. اول حاجه تنحتاجوا ليها تناخذوا بيض ديال البيضه، تنفرقوه على الصفر. كنحتاجوا غير البيض، ومن بعد غنحتاجوا الصفر في الدهن. من بعد غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال السكر، نضيفوا معلقه صغيره ديال الملح مع مراش، كما شفتوا تقريبا تكون نص معلقه صغيره. بعد غادي نضيفوا الحليب دافي، كاس ونص كبير، وتنخلطو مزيان حتى على ما يذوب لينا السكر. السكر هذا شويه غليظ، ماشي فحال الابيض. تنضيفوا الخميره تقريبا معلقه ونص. انا درت غير عيني ميزاني، يعني ما حطيتش بزاف. الاكثريه تيديروا ديال الحبيبات، انا تندير نستخدم المعجونه تجيني احسن. كندير كاس لاروب ديال الزيت، الا بغيتو حتى تذوبوها في الحليب دافي مزيانه. وكنضيفو تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلوى، وكنبقاو على التراب. دابا غنضيفو الدقيق بشويه بشويه وحنا كنخلطوه. المهم درت تقريبا 5 ديال الكيسان في الاول، هي بين 5 وحتى ل6 ديال الكيسان، وعلى حساب الدقيق. كاين اللي تيشرب وكاين اللي لا. المهم هذا بان ليا باقي مازال خاصو شويه. غنضيف عاوتاني كاس اخر ديال، غير ما صورتوش، نضيف كاس اخر ديال الدقيق حيت بان لي ناقص. كما شفتوا مازال خاصها الدقيق باش تعجن العجينه. بعد ما عجناها مزيان غنحطوها على هذا الشكل هذا، وغادي ندهنوها بالزيت. كندهنوا الجوانب وكل شيء قد ما جات خفيفه قد ما مزيانه. ما تكثروش فيها الدقيق بزاف باش تجي فحال الشفنج. ومن بعد غادي نغطيوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح بين ما خمرات لينا شي شويه. ونغطيوها بشي زيف اولا منديل، كل واحد شنو تيقول. ونخليوها ترتاح. من بعد ما خليناها ترتاح تناخدو ورق ديال الفرن. هي من الاحسن بلا ما ديرو في هاد الطريقه هذه، يعني كشني شويه في التسريح، احسن ما ديروش. عذبتني واحد شويه ولكن معليش. ممكن تحاولوا تسرحوها. شفتوا كيما كيمشي معايا الورق. كنحاول نكمل غير بيديا، من هنا خاصها تجي شويه رقيقه. مشتوره ما دهناها ما والو، غير كنحاولوا نسرحوها باش تجي على شكل مستطيل. نحاولوا شويه بشويه نسرحها بالمدلك. كما كنت غادي كيتم غادي معايا. من بعد ضفت ورق فر ديال الفرن. ان شاء الله عسى يتسرح لينا وكاين نفس المشكل شويه بعدا ماشي بحال كما كان قبل. تحاولوا ترقوها واحد شويه.
المهم شكلوها شكل ديال مستطيل. ومن بعد ما كنحيدو الورق ديال الفرن كنحاولوا نرقوها مازال شويه. انا راه كنقيس بيدي باش كنشوف واش غليظه ولا لا، وممكن نعاود نرققها غير انا ما بينتهاش لكم. المهم كنضيفو من بعد كنضيفو اي فرماج عندكم تحكوه، المهم يكون فرماج فريش. كتخلطوه مع شويه الربيع اولا ديروا السبانخ، كل واحده شنو اللي عندهم توفر في الدار يديروا. وكتحاولوا تفرتوه مزيان وتضيعوا على القرصه كلها. قبل خاصكم تدهنوها بالزيت الزيتون، نسيت ما صورتش. وهما كتقطعوا على هذا الشكل هذا، يكونوا شويه صغار. بعدو كتبرموها بحال شكل سيجار. من بعد كتعاودوا تقطعوهم حيت جاوني شويه كبار، صغرتهم على هذا الشكل هذا باش يجيو هكا صغار. وكتجمعوا ليها الجوانب ديالها وكتحطوها على جنب. كنحاول نبرموهم على هذا الشكل هذا، شكل ديال السيجار حتى كنكملوهم كاملين. وتسدوا لهم حتى الجوانب ديالهم باش ما يتحلوش. كنبقاو نكملهم على هذا الشكل هذا، وكنشكلوهم على شكل بحال شكل ملوي. كنضغطوا عليهم من الفوق، كنخليهم واحد شويه يرتاحوا. من بعد غادي نقرصهم غير شي شويه. مش طاحت ليا، كنعمروا الجوانب ديالهم بالزنجلان وتنحطهم في الصينيه اولا اللاطه ديال الفرن. وعلى هذه الطريقه هذه حتى كنكملوهم وندخلوهم، بعد ندخلوهم الفران نشعلهم من الفوق والتحت. كيطيبوا هادو بحال القرص نفس الطريقه. بعد ما استفناهم في اللاطه ندهنو الفوق بالصفار ديال البيضه. وندخلهم الفران كما قلت لكم، نشعلوا عليه الفوق والتحت. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم وعلى لي لايك. ونلقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.